يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على إذاعة علشان بلدنا. معكم نهاد دغيدي وحلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن لغز كبير ومجهول. لغز كبير ومجهول بالنسبة للراجل، فاكره انه يقدر يحله بس لحد دلوقتي لا قدر يحله ولا قدر يفهمه. اللغز ده هو المرأة. عشان تعرفوها تفهموها أكتر لازم نعرف الأول الخواص الفيزيائية ليها. من خواص المرأة الفيزيائية إنها بتصل لدرجة الغليان لأتفه الأسباب، بتتجمد في أي وقت، بتذوب بسهولة لما تعملها بشكل لايق، شديدة المرارة إذا لم تستعمل بالطريقة الصحيحة. مش دي بس كل صفات المرأة، ده ليها كمان خواص كيميائية، منها إنها عضو نشط جدا بس غير مستقر، وبتملك حساسية قوية للذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة كمان، عنيفة إذا تركت وحيدة، قابلة لامتصاص كمية هائلة من الطعام الدسم، وبتتحول للون أحمر إذا وضعت بجانب عنصر مشابه أكثر جمالا. أما بقى عن استخداماتها فبتتميز بصفات جمالية بتصلح للزينة في أي مكان، ومحفز مثالي للحصول على الثروة، وأفضل العناصر المخفضة والمبددة للدخل اللي عرفتها البشرية حتى الآن، يعني يبنوا البيوت ويطربقوها في نفس الوقت. لازم بقى أقول لكم على تحذير مهم جدا لازم تاخد بالك منه، إنها قابلة للانفجار إذا وضعت في أيدي غير أمينة، وكمان قابلة لتغيير شكلها لما تحطها في المية. كل ست أو بنت فيها الصفات دي بس بدرجات متفاوتة. هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا النهاردة عن اللي بتحبه الست في الراجل وإيه اللي بتكرهه وإيه أشهر الأمثلة اللي اتقالت في الست. استنونا بعد الفاصل. اتعودنا نقدم لك كل الجديد، اتعودنا نكون مختلفين، اخترنا نكون مميزين بفكرنا بأسلوبنا بأعمالنا وبرامجنا. إذاعة علشان بلدنا، المعنى الحقيقي لصوت الحرية. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم حلقتنا النهاردة من صندوق الدنيا. موضوع حلقتنا ايه اللي بتحبه الست في الراجل وايه اللي بتكرهه. وعشان الرجالة تفهم الستات كويس وتعرف هم عاوزين ايه لازم تعرفوا الاول ايه الصفات اللي بتحبها. الست بتحب الراجل الشهم اللي دايما الخدوم اللي دايما بيعمل لها كل حاجة هي محتاجاها من غير مقابل. كمان بتحب الراجل المضحي اللي بيقدم لها دايما الدعم اللي هي محتاجاه في حياتها، وبيساعدها وبيستغنى عن احتياجاته في سبيل ان هو يفوز بحبها. الست بتحترم النوع ده جدا من الرجالة وبتقدره. بتحب كمان الراجل الذكي اللي بيفهم الست عاوزة ايه وبيتفنن في التعامل معاها عشان يفوز بحبها ورضاها. الست كمان بتحب الراجل القائد الواثق من نفسه اللي بتعتمد عليه، حتى لو كانت الست دي قوية وبتعرف تدبر امورها وتمشي كل حاجة في حياتها، بس برضو لازم يكون في راجل تعتمد عليه. ما تحبش ابدا الراجل الضعيف، ولو الراجل حس بقوة الست وساب لها الحبل على الغارب زي ما بيتقال وساب لها هي القيادة في الحياة، الست كده هتفقد احترامها ليه ودورها في حياتها مع مرور الوقت. اما كمان عن الراجل الرومانسي المحب، فالستات دايما بتدور على الحب والرومانسية لانها بتفكر اكتر بعواطفها، فبتدور على اي لفتة حب من الراجل وخصوصا جوزها، فبتستنى ان هو يمدحها ويعبر لها عن حبه. بس لو حست بإهماله ليها وإنها مش محبوبة منه هتطربق الدنيا فوق دماغه. بتحب كمان الراجل المخلص اللي في أبسط تصرفاته حتى ما بتطيقش الخيانة خالص، وهي بالنسبة لها خط أحمر مش ممكن تغفره أبدا. ولو اكتشفت الخيانة من شريك حياتها هتتحول حياتها لجحيم وهتهدها فوق دماغه.
كمان بتحب الراجل الغيور، بس ده لما يكون في حدود وما يكونش متحكم فيها أو متسلط عليها. الست كمان بتهتم بالمظاهر وتحب جدا الراجل الشيك في نفسه، لأنها بتحب بقلبها وعينيها وودانها، وبتشوف الراجل اللي بيهتم بمظهره تعبير عن شخصيته، فلازم الراجل يهتم بنفسه زي ما الست بتهتم بنفسها. الست كمان بتحب الراجل المتسامح، وبتكره الراجل اللي يقعد كل شوية يضايقها على أخطائها ويجيب لها كل الأخطاء القديمة والجديدة ويقعد يفكرها بيها كل شوية. ولازم كمان إن هو يسامحها على أخطائها، بالذات الأخطاء اللي بتكون عن غير قصد، وبكده هتحس بحبه ليها وكرم أخلاقه معاها وحياتهم هتبقى أحسن. هنطلع لفاصل صغير وهنرجع نكمل حلقتنا النهاردة. أقوى البرامج، أقوى المذيعين، أروع الأغاني على إذاعة علشان بلدنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم حلقتنا النهارده من صندوق الدنيا، ومعاكم نهاد غيدي. دلوقتي بقى تعالى اقول لكم، لو انت عاوز البنت تعجب بيك تعمل ايه؟ البنت ما بتحبش الولد اللي بيتكسف، لانها بتبقى عاوزه تسمع كلام حلو طول الوقت، فلو بتتكسف مين يعني اللي هيقولها الكلام ده؟ وكمان ما تظهرش قدامها او توصل لها انك الشاب اللي فاهم كل حاجه في الدنيا، اللي لافف وداير ومجرب كل حاجه. لا، لازم تبقى عارف كل حاجه بس مدكن. لو عاوز تحافظ على اللي بتحبها يبقى بلاش يطلع منك اي لفظ مش كويس، وبلاش عصبيه زياده عن اللزوم او صوت عالي، وبالذات لو الموقف مش يستاهل منك كده. يعني لو زعلتك في يوم من الايام لازم بهدوء تفهمها الصح وباسلوب كويس عشان ما تتفش منك. لازم كمان تكون محترم معاها ومع كل قرايبها عشان تحس انك عاقل وكبير في حبك ومشاعرك واحساسك. شوف ايه اللي هي اللي بتحبه واعمله، واللي بيضايقها وبلاش تعمله خالص، وفهمها انك بتعمل كده عشان انت كويس وبتحبها وخايف عليها. لازم يكون عندك شخصية واثقة من نفسها، لان دي اهم حاجة بتشد البنت ليك. لازم يكون عندك دماغ عارفة رايحة فين وجاية منين كويس. اما بقى لو دماغك فاضية هتدور على محفظتك وهتعيش حياتها وتنساك تماما. بلاش كمان تكون شخصيتك تافهة او تعمل حركات مش قد كده قدامها، لو عشان كمان تخليها تاخد بالها منك حاول توصل لها انها في دماغك بس بطريقة تعجبها. لما تتكلم خليك الراجل اللي يبهرها باسلوبه وكلامه الحلو اللي ما تملش منه ابدا. ما تبقاش ابدا اناني معاها وتحن عليها في كل الاوقات، وتسمعها كويس وتقدر رأيها وتحترمه. لازم تتحمل جنانها ومزاجها اللي بيتقلب بين كل دقيقة والتانية، وما تتضايقش ابدا وتراعي دايما مشاعرها. تحاول تفهمها من نظرة عينيها، عشان البنت دايما بتحب قوي اللي يحس بيها ويكون فاهم هي عاوزة ايه حتى من قبل ما تتكلم. ولازم تسمعها كويس جدا من غير ما تمثل، وإلا طبعا أكيد هتكشفك. الست مش مستنية رأيك في اللي هي بتقوله، هو أهم حاجة عندها إنك تسمعها كويس. لازم تكون كل حاجة في كل وقت، يعني تكون رومانسي وقاسي وحنين وتقيل وجامد، كل ده مع بعضه. معرفش ازاي اتصرف، هي الست عاوزة كده وخلاص. لازم تكون قادر انك تحميها وتقف قدام اي حد عشانها، وتحس بالامان معاك وموجود دايما في اي وقت تحتاجك فيه. لازم تحسسها انها رقم واحد في حياتك، لو مكالمة بسيطة وانت في الشغل عشان تحسسها انك فاكرها حتى وانت مشغول. وياريت بقى لو تكلمها بعد ما تصحى وقبل ما تنام وبعد ما تفطر وقبل ما تتغدى، هتحس ان مفيش حد قدها في الدنيا. اوعى تنسى كمان المناسبات المهمة عندها، اعمل لستة بالايام المهمة دي، وإلا هتسود عليك اليوم ده وهتفكرك هي بس بطريقة تانية، وهتكون لعبت في عداد عمرك. هنطلع لفاصل صغير وهنرجع نكمل حلقتنا النهاردة. استنوني بعد الفاصل.
إذاعة علشان بلدنا، حرية، مهنية، مصداقية، الصوت الحقيقي لمعنى الحرية، الصوت الحقيقي لمعنى الحرية، مش مجرد شعار. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم حلقتنا النهارده. انتوا دلوقتي بتسمعوا صندوق الدنيا مع نهاد دغيدي. هنيجي بقى دلوقتي نتكلم عن ايه اللي بتكرهه الست في الراجل. لازم تتجنبوا الحاجات دي كلها، الا طبعا لو انت عاوز تطفشها عليك وعلى الوصفه دي. الراجل اللي مش واثق في نفسه، اللي دايما يوعد الست وما يكونش قادر على تنفيذ وعده، وبيشك في كل الناس حتى في نفسه. لما الست تفتكر ان هو مصدر قوتها، بس في الحقيقه بيكون مصدر ضعفها. لما بتديله الحب والحنان وما تلاقيش منه غير الجفا ونكران الجميل. لما بتكون كمان فاكراه راجل شهم، هو في الحقيقة مش كويس وبيهرب مع أول موقف محتاجة له فيه. لما بتضحي بكل حاجة وتكتشف في الآخر إنه خاين وغدار وأول واحد بيتخلى عنها. لما تفتكر أو يقنعها الراجل إن ليه هيبة كده وتحت القبة شيخ زي ما بيتقال، ويطلع في الآخر ده كله قناع مزيف. لما تفتكر انه انسان صادق دايما معاها وتكتشف ان الكذب مش بيفارق لسانه وصفة ملازمة فيه. الست كمان ما بتحبش الراجل المتسلط اللي بيفرض رأيه حتى ولو غلط. ما بتحبش الراجل اللي مش بيحترم مشاعرها ويبص لدي ولدي ويكون مبدأه في الحياة امرأة واحدة لا تكفي. الست كمان ما بتحبش الراجل اللي بيكره الجواز. الست بتحب تتكلم عن المستقبل والولاد والجواز، وفي رجالة يدوب آخرها مرحلة الخطوبة عشان يروش ويعيش حياته وبيكره الالتزام والاستقرار. بتحبش كمان الراجل البخيل الحريص زيادة عن اللزوم. وكمان أكتر حاجة بتكرهها الراجل اللي تصرفاته دايما متوقعة. يعني مثلا في عيد ميلادها تلاقيه جايب لها هدية معينة وما بيجيبش غيرها كل عيد ميلاد، أو حتى كمان بيخرجها في مكان أو اتنين ويسيب البلد كلها لأنه أصلا ما يعرفش يروح مكان تاني. في كمان بعض الصفات الست لو شافتها في راجل تعرف دايما ان هو ما ينفعش ابدا يكون شريك لحياتها. ان يكون الراجل ده مدلل، او بمعنى اصح ابن مامته. بتلاقيه كده رقيق وناعم على غير العادة بصورة مستفزة. بيشدك ليه في الاول ان تلاقيه بيتفرج على برامج المرأة او طبق اليوم. علامة الخطر اللي اول ما تشوفيها تجري على طول ان يقولك انت البنت اللي كانت دايما ماما بتحلم بيها، زوجة ليا، ويعرفك عليها في اول مرة يشوفك فيها. ده بقى لازم تقولي له انا بحب الراجل اللي بيختار هدومه بنفسه وما بيعتمدش على مامته. مع السلامه. الست كمان ما بتحبش الشخص البخيل اللي بتلاقيه يتجوز. ده غالبا بيكون الشخص ده بيتجوز في سن كبيره، ولما بيكون ربنا فتح عليه شويه كده بتلاقيه بخيل حتى على نفسه. ما يروحش حفله ولا مناسبه وفي ايديه حاجه، وتلاقيه دايما فلوسه رايحه في اتجاه واحد وهو البنك، ومفيش ابدا طريق للرجوع. علامه الخطر اللي اول ما تشوفيها ما تشوفيش وشه تاني ان هو يوم عيد ميلادك يتعب فجأة عشان ما يجيبش هدية، او يختفي في الحمام وقت دفع الحساب في اي مكان تخرجوا فيه. وعشان تخلصي منه لازم تقوليله وتحسسيه انك اكتر واحدة مسرفة على وجه الارض. كمان الشخص المدمن للرياضة ده ما ينفعش ابدا. بتلاقيه كده قوي وجريء وبيلبس دايما تريننج سوت او حاجات سبورتيف كده، بيشدك ليه في الاول مظهره قوي والحيوية الشديدة اللي بيكون فيها. بس علامة الخطر اللي أول ما تشوفيها تاخدي حذرك على طول إن بتلاقيه بيقضي معظم وقته في الجيم عشان بيبني عضلاته، وباقي الوقت واقف قدام المراية بيتفرج عليها. ولو عزمك على العشاء بيختار مكان فيه شاشات عرض كبيرة بتعرض بس القنوات الرياضية، ومتعصب جدا لنادي معين بيشجعه. وده عشان تخلصي منه لازم تشوفي هو بيشجع فريق ايه وتشجعي الفريق المنافس على طول. هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا النهارده. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم حلقتنا النهارده من صندوق الدنيا.
هقولك دلوقتي على بعض الجمل اللي بيرددها الولاد وفاكرين ان البنات مش فاهمينهم. زي مثلا لما يقول لها يا حبيبتي انا ما بحبش حركات الشباب الطايش وما بكلمش بنات، وهي طبعا اكيد عارفه ومتاكده ان هو كذاب وبيكلم طوب الارض. كمان ان هو يقول لها ان هو حاسس ان هو عارفها من زمان، وهي عارفه انه بيكون متلخبط بينها وبين حد كان عارفه اصلا قبل كده. تقول لها مثلا انك حاسس فيها بحاجه غريبه غير كل البنات، يعني هي مثلا بتمشي على ايديها ورجليها ان هي بني ادم عاديه زي باقي البنات. تقول لها كمان انك حاسس ان فيها شبه كبير، ان في تشابه كبير بين افكارك وافكارها، وان انتوا اكيد مخلوقين لبعض، وكأن كل بنات الدنيا مخلوقين عشانه، وقايل الكلام ده لمليون واحده قبل كده. لما تقول لها كمان حبيبتي انت اول حب في حياتي، وانا حاسس اني اتولدت يوم ما قابلتك، على اساس مثلا انه مامته كانت حامل فيه لمده 20 سنه وولدته يدوب قبل ما يعرفها بيومين. لما يقولها كمان حبيبتي اللبس اللي انت لابساه ده ما تلبسيهوش تاني عشان بتبقي حلوه كتير وانا بغير عليكي. طب ما تقول ببساطه ان هو مش عاجبك، ما قلنا بلاش لف ودوران. لما يقول لها كمان ان انا هاجي اكلم باباكي على طول اول ما اكون نفسي، موت يا حمار، ما هي عارفه اكيد انك مش راجع. لما يقولها كمان معلش يا حبيبتي مش هعدي عليكي بالعربيه النهارده عشان في التوكيل، هو اصلا كداب ولا عنده عربيه ولا عنده اي حاجه، واكيد ما عرفش يزوغ بعربيه باباه. لما يشوف رقمها على الموبايل بيتنفض من الفرحه. طب ما هو اكيد بيكذب، اكيد بيتنفض من الخوف لا تكون قفشته في حاجه كده ولا كده. لما يقول لها اسف يا حبيبتي امبارح ما قدرتش اكلمك عشان كنت مشغول في الشغل او في المذاكره، وهي عارفه ان هو لا معاه فلوس يشحن او مشغول مع غيرها. لما يقول لها كمان عارفه يا حبيبتي انا طول اليوم ما نمتش قاعد بفكر فيكي، ولما تكلمك تلاقيك نايم وما تردش عليها، فتقول لها ايه ده انا يا دوب سقطت 5 دقايق من كتر التعب، هو اكيد كان في غيبوبه مش نايم كمان. للاسف هي كده خلصت حلقتنا النهارده، وعدى الوقت معاكم بسرعه كبيره جدا، بس استنوني في الحلقه الجايه اللي هنتكلم فيها عن ايه اللي بيحبه الراجل وايه اللي بيكرهه في الست. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من صندوق الدنيا. استنوني كل يوم 2 الساعه 6. كان معاكم نهاد غيدي على اذاعه علشان بلدنا. باي باي.